على إمام أنبيائك وسيد أوليائك وخير أصفيائك، صلاة وسلاما دائمين متلازمين متعاقبين ما تعاقب الليل والنهار إلى يوم الدين، فاللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم إنك أمرتنا أن نعطي السائل سؤله، فها نحن نسألك فأعطينا سؤلنا، فقد أعطيتنا الإيمان من قبل أن نسألك يا ودود يا ذا العرش يا مجيد يا فعال لما يريد. نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى وبكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتبك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وذهاب همومنا وغمومنا وجلاء أحزاننا. اللهم اجعل القرآن الكريم حجة لنا لا علينا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. كما نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تجعل هذه الصدقة جالبة لكل خير وتيسير ودافعة لكل شر وتعسير. اللهم نفع بها الأحياء وارحم بها الأموات واقضي بها الدين واشفي بها المرضى وهدب بها الأخلاق يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ونسألك لأهل هذا البيت اللهم لم شعثهم واجمع شملهم ووحد كلمتهم وألف على الحق قلوبهم وثبت على صراطك أقدامهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعل ذرية أهل هذا البيت والحاضرين والمسلمين أجمعين منهم من الذرية الصالحة المصلحة، اجعلهم يا رب العالمين من الذرية العالمة العاملة المخلصة. نسألك أن تصنعهم على عينك وأن تصطنعهم لنفسك. اللهم ألق عليهم وعلينا محبة من عندك، كما أننا نعيذهم بك وذرية المسلمين من الشيطان الرجيم، ونعيذهم بجاهك وسلطانك وأسمائك الحسنى من شر إبليس وجنوده، ومن شر ما يدب على الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر كل ذي شر لا يطيقون شره، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. الحاج إدريس الحاج بويد جواد اللهم يا ربي أنزل عليه الشفاء والدواء وخذ عنه الآلام والداء يا رب الأرض والسماء. اللهم البس رداء العافية، اللهم البس رداء العافية برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. الحاج اللهم أطل عمرها في طاعتك، اللهم اجعل ما بقي في عمرها في طاعتك وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم بارك لها في عمرها وبارك لها في صحتها وبارك لها في أبنائها وبارك لها في مالها وبارك لها في عقلها وبارك لها في عقيدتها وبارك لها فيما أنعمت به عليها يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. الوالدين ديالنا والوالدين تاع المسلمين اللهم يا رب تغمضهم برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم أنزل عليهم شآئب رحمتك، اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا والذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ونسألك يا ذا الجلال والإكرام هذا الحضور اللهم اجعلنا من قام من هذا المقام وقد غفرت ذنبه وسترت عيبه وأمنت روعته وأقلت عثرته وتقبلت حسناته. اللهم اغفر لحينا وميتنا حاضرين وغائبنا ذكرنا وأنثانا صغارنا وكبارنا، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى القرآن الكريم ردا جميلا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اغسل قلوبنا بماء التوبة، اللهم اجبر كسرنا وتولى أمرنا وفك أسرنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم إنه عجز الطبيب فداونا وفسد الزمان فنجنا وقلت حيلتنا فتولنا. اللهم أزل الهم عن المهمومين واد الدين عن المدينين وفرج الكرب عن المكروبين. اللهم احشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا. اللهم أسقنا حوضه وأوردنا كأسه ولا تفتنا بعده ولا تحرمنا أجره واشملنا بشفاعته وحينا على سنته وتوفنا على ملته واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا كربا إلا نفسته ولا ولدا إلا أصلحته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتليا إلا عفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا بلدا إسلاميا إلا حررته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها بمنك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم خذ بنواصينا إلى ما يرضيك علينا برحمتك
برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ونسألك يا ذا الجلال والإكرام في هذا الشهر المبارك وفي أواخر هذا الشهر، اللهم يا رب تقبل منا الصلاة والصيام والقيام وقراءة القرآن. اللهم أدركنا ليلة القدر، اللهم أدركنا ليلة القدر. اللهم يا رب اجعلنا من عتقاء شهر رمضان، وارزقنا أجر من صام رمضان إيمانا واحتسابا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم تقبله منا، اللهم تقبله منا يا أرحم الراحمين، تقبله منا خالصا لوجهك لا رياء ولا سمعة فيه يا أرحم الراحمين يا رب العالمين برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ أعيننا من الخيانة، وألسنتنا من الكذب، وأعمالنا من الرياء، وقلوبنا من النفاق، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، فأنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ونسألك يا ذا الجلال والإكرام هذا تلامذ الطلبة اللي دوزوا الامتحانات، اللهم يا رب اجعلهم من الناجحين من الفائزين. اللهم وفق الجميع، اللهم وفق الجميع اللي عنده حاجة في الخاطر، اللهم يا رب اقضيها، اللهم يسر له بالقضاء يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يسر أمورنا وأمور المسلمين أجمعين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. ونسألك لملك البلاد محمد السادس، اللهم انصره ولا تنصر عليه، اللهم وفقه لخير وأعنه عليه، اللهم أصلح به وعلى يديه، اللهم أره الحق حقا ووفقه اتباعه، وأره الباطل باطلا ووفقه اجتنابه، وارزقه بطانة صالحة تعينه على إسعاد هذه الأمة برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تواخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. واجعل اللهم آخر كلامنا ونفاسنا من هذه الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله. اللهم ثبتنا بقولها وانفعنا ببركتها، واجعلنا من أهلها، وعند الموت ناطقين بها عالمين بها، وأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيك ورسولك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وقوت الأرواح وشرابها، وروح الأرواح وسر بقائها. كفى بك وليا وكفى بك هاديا وناصرا خير الناصرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.